الوسط الفني في الثمانينات كان مليان صراعات. اوعى تفتكر ان الثمانينات كانت فتره سهله، بالعكس دي كانت فتره مرعبه فيها ملايين بتتصرف على انتاج وتوزيع، ناس لسه ليها نفوذ، ناس تانية بتخسر. اللي صدق النظريه دي قال نيازي مصطفى كان واقف ضد مصالح ناس كبار، رفض يشارك في مشروع او هدد ان هو يكشف حاجه تم تصفيته عشان يبقى عبره. بس المشكله ان مفيش ورق، مفيش اسماء، مجرد كلام بيتردد وخلاص. هل ممكن يحصل فعلا ان المافيا تقتل مخرج مشهور كده، او دي مجرد شماعه عشان الناس تفسر الغموض ده؟ الناس قالت ان ممكن كان نيازي مصطفى عشان كان مخرج فظ جدا في شغله، بيجح يعني، فممكن يضايق بعض الناس، يزعق لممثل، يوقف تصوير يوم كامل علشان تفصيله. كان معروف انه مش بيجام. ممكن واحد من اللي اشتغلوا معاه زمان كان شايل منه واستنى اللحظه عشان يقتله. الفكره دي تبدو منطقيه شويه، بس الجريمه كانت متخططه باحترافيه شديده. انتقام شخصي مش هيوصل شخص انه يقتله، ممكن يأذيه مش يقتله. بس مين عارف، كان الغضب لما يعيش سنين يتحول للي شفناه ده. تفتكر هل خلاف مهني ممكن يوصل لقتل، ولا الموضوع